يا أهلا بكم مع ملخص جديد من فيلم طياري. فيلم النهاردة بيحكي عن واحدة بتتخطب لواحد مطلق، وطريقته بقى من الغيرة مش بتسيبها في حالها. قبل ما نعرف ايه الحكاية هطلب منكم تدعمونا باللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش معانا يشترك ويفعل الجرس. الفيلم بيبدأ مع جوليا وهي في الشرطة بيحققوا معاها. جوليا من 3 سنين كانت في علاقة مع شخص غير سوي اسمه مايكل، وتعرضت كمان للعنف المنزلي منه، وعلاقتهم كانت لمدة 2 سنين، وتمت إدانته وقضى سنة تحت المراقبة بعد اللي عمله في جوليا، وكانت واخدة أمر تقييد ضده علشان ما يتعرضش ليها تاني. جولي دخلت مصحة نفسية بعدها علشان تتعالج نفسيا من العنف اللي تعرضت له. جولي بتعرف المحقق إنها دخلت المصحة النفسية باختيارها هي، وبتعرفه ده لأنها قدام اتهام خطير. المحقق بيواجهها بأنها بعد كل اللي حصل وبعد ما صدر أمر تقييد ضد مايكل هي حاولت تتواصل معاه. جوليا بتقوله إن ده طبعا ما حصلش، فبيعرفها إن هما لقوا صور كتير منها على تليفون مايكل، ده غير إن في شات كامل طويل بينها وبين مايكل على رسائل الفيسبوك، وبيوريها الأدلة. وجولي بتكون مذهولة، وبيوريها قطعة ملابس داخلية تخصها لقوها كمان عنده، وبيقولها إن مايكل لقوه في بيتها مقتول وصورها مالية تليفونه، والأدلة لقوها في عربيتها. جوليا طبعا في حالة صدمة ومش عارفة ترد. بنرجع فلاش باك علشان نعرف ايه الحكاية. جوليا قررت إنها تسيب شغلها في الشركة كرئيس التحرير علشان هتسيب الحي ده وتروح في حي تاني علشان هتعيش مع خطيبها ديفيد بعد ما قرروا يتجوزوا. وإلي مديرتها في الشغل وصاحبتها بتعمل لها حفلة توديع. جوليا خلاص لمت كل حاجتها وسابت مكانها وراحت لديفيد. بعدها بتظهر تيسا، ودي طليقة ديفيد خطيب جوليا. تيسا بتجهز هي وليلي بنتها من ديفيد، هتوديها لديفيد وجوليا تقعد عندهم كام يوم تتعرف عليها. وبتوصل هناك وبتدي هدية لجوليا وبترحب بيها وبتقول لها إنها بتتمنى لها السعادة، وقبل ما بتمشي بتدي شوية تعليمات لديفيد عن روتين بنته. تاني يوم ديفيد بيخرج لشغله. جوليا بتكون قاعدة لوحدها بتفتكر مايكل واللي عمله فيها، وبيكون في ايديها ورقة أمر التقييد اللي كانت صادرة ضده بس خلاص انتهت. بيقطع تفكيرها تليفون من ديفيد بأنه هيكون عنده شغل وقت العشاء، وبيوصيها تخلي بالها هي من ليلي. ولما بتكون بتحضر العشاء تيسا بتيجي علشان جايبة شوز الباليه لليلي لأنها نسيت تحطه مع حاجتها، وبتقول لجوليا تتابع باقي الأنشطة من خلال الفيسبوك. جوليا بتعرفها إن ما عندهاش حساب على الفيسبوك. وقتها ليلي بتطلع وبتشبط في مامتها تقعد تتعشى معاهم، وجوليا بترحب بيها. ووقت ما بيكونوا على العشاء بيبان قد ايه تيسا معاملتها صارمة جدا مع بنتها. ولما ليلي مش بترضى تاكل أكلها تيسا بتقوم هي بنفسها تعمل أكل غيره ليها بهدف منها إنها تضايق جوليا. وبعد العشاء بتدخل هي تنيمها. لما بيرجع ديفيد جوليا بتعرفه إن تيسا كانت هنا، ولما بيدوق الأكل بيعجبه فبتعرفه إن تيسا معجبهاش أكلها، فبيقول لها مصيرها هتتعود وإن هي شوية وهتهدى، وإنها بتعمل كده في الأول لحد ما تتأقلم إن بقى في حد جديد في حياته. جوليا بتكون متضايقة من اللي بيحصل ومش مرتاحة، وبتحكي وبتشتكي لصاحبتها إلي بتفكرها بحياتها من كام سنة والحادثة اللي حصلت لها من مايكل، وكانت وقتها ما بين الحياة والموت، وإن هي دلوقتي في حياة أحسن، ودي طبيعة الحياة مش دايما بتكون زي ما احنا عايزين. بعدها ليلي بتكون عندها حفلة في المدرسة وديفيد بياخد معاه جوليا، وهم مروحين تيسا بتبص على ليلي وهي ماشية مع ديفيد وجوليا، وبتتضايق جدا لما بتحس ان هم عيلة واحدة وان مش هي اللي مع ديفيد. بالليل ديفيد بيكون عنده احتفال تبع شغله، طبعا تيسا بتكون موجودة. لما بتشوفه بيرقص هو وجوليا بتكون برضه متضايقة، وتليفون جوليا بيكون قدامها على الترابيزة فبتاخده، وجوليا بتدور على تليفونها مش بتلاقيه، وبتقول لديفيد إنها دورت عليه في العربية في كل حتة وبرضه ملقيتهوش. ديفيد بيرن على التليفون والتليفون مفتوح وبيرن عادي وهو مع تيسا وقتها بتكون دخلت على موقع تجيب منه بيانات لجوليا علشان تعرف تاريخ ميلادها، وبأي طريقة تجرب أي أرقام ليها يمكن تقدر تفتح الباسورد بتاع تليفونها. وفعلا تيسا بتنجح إنها تستنتج باسورد تليفون بتاع جوليا اللي بيكون تاريخ ميلادها، وبيفتح معاها، وبتكون موصلة التليفون باللاب عندها وبتفتح الملفات. ولما بتشوف صورها هي وديفيد بتتعصب، وهي بتقلب في باقي الملفات بتلاقي نسخة من أمر التقييد اللي كان ضد مايكل، فبتدخل تعمل سيرش عن اسمه، بتوصل لأكاونت الفيسبوك بتاعه،
تاني يوم بتروح لديفيد الشغل وبتسأله عرف جوليا منين، وبتقوله إن هو متسرع في خطواته معاها، بس هو بيعرفها إنه مش مستني إذنها وإن هم خلاص بيجهزوا لجوازهم. تيسا بتقوله إنها سعيدة ليهم، هي بس قلقانة علشان خاطر بنتها. ديفيد بيفهمها إن جوليا بتحاول تعتني بيها وما تقلقش على ليلي، بس تيسا بتقوله إن جوليا مش عارفة تراعيها ولا عارفة حتى تعمل لها الأكل اللي بتحبه، بس ديفيد بيطمنها إن كل دي حاجات سهلة هيقدروا يحلوها. تيسا قبل ما بتمشي بتحضنه وبتتأسف له علشان وصلوا للمرحلة دي، وبتعرفه إنها كل يوم بيمر هي بتندم فيه، لكن ديفيد بيقطع كلامها وبيخليها تمشي. وهي طالعة بقى بترمي تليفون جوليا جوه عربية ديفيد طبعا بيلاقيه وبيرجعه لجوليا وبيقولها إنه لقاه تحت الكرسي العربية واقع. جوليا بتستغرب لأنها دورت تحته، بس المهم إنه خلاص اتلاقى. بعدها بيجيلها مكالمة من رقم مش معروف ومحدش بيرد. ليلي رجعت لتيسا، وتيسا طبعا بتنتقد جوليا علشان ما سلكتش شعر البنت كويس، وبتسأل ليلي لو وحشها أيام ما كانت هي وباباها عايشين سوا. فليلي بتقولها إنها كانت صغيرة جدا وما تفتكرش حاجة زي دي. بعدها بتيجي مامتها، ومامتها بتكون ملاحظة إن تيسا مش كويسة وبتقولها إنها عايزة تاخدها للدكتور، وبتنصحها كمان إنها لازم تعيش حياتها وتحب، لأن ديفيد هو كمان عايش حياته، فبلاش توقف حياتها أكتر من كده. وبتلومها لأن هي اللي بوظت علاقتهم، فما تستناش ترجع لأن ده مش هيحصل. لكن تيسا طبعا مفيش حاجة في دماغها غير ديفيد. وبعد ما مامتها ما بتمشي بتتفرج على صور فرحهم وهي بتعيط، وبعدها بتعمل اكاونت على الفيسبوك باسم جوليا وبتحط عليه صورتها، وبتتسحب وبتدخل أوضة نوم جوليا وهي بتستحمى، وبتاخد قطعة من ملابسها الداخلية، وبتاخد ساعة من ساعات ديفيد، وبتاخد كمان خاتم الخطوبة بتاع جوليا. ولما بتطلع بترن جرس البيت، جوليا بتنزل تفتح بتلاقي ورد قدام البيت، وطبعا تيسا هي اللي حطاه. ووقتها تيسا بتيجي بعربيتها وبتقولها انها شايفة حد لسه ماشي من هنا، فجوليا بتقولها ده اكيد مندوب التوصيل اللي جاب الورد. جوليا بتتوتر من موضوع الورد ده، وخصوصا لما مش بتلاقي مكتوب عليه من مين، وبتتعامل مع تيسا بطريقة ناشفة شوية لانها كل شوية تيجي. تيسا بتعمل نفسها انها جاية علشان توصل جواب لديفيد، ووصله على العنوان هناك في بيتها. جوليا بتتصل بمتجر الورد علشان تحاول تعرف مين اللي اشتراه، بس بتفشل تعرف. وبالليل بتقلق وبتحلم بمايكل، وبتقوم تكلم صاحبتها إلي وبتعرفها إنها خايفة من مايكل لأن أمر التقييد مدته خلاص انتهت ومش هتعرف تجدده، وبتقولها إنها حاسة إن هو اللي بيكلمها من رقم مش معروف وهو كمان اللي بعت الورد. صاحبتها بتطمنها إن أصلا محدش عارف عنوانها ولا ليها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني مايكل مش هيعرف يوصل لها. وبنفهم هنا من كلامهم إن جوليا ما حكتش لديفيد على مايكل ولا اللي حصل معاه. في الوقت ده تيسا بتدخل من الأكاونت اللي عملته باسم جوليا وبتبعت رسالة لمايكل في الشات، وبتفتح معاه كلام وبتقوله إنها مش قادرة ما تكلمهوش لأنه وحشها. مايكل بيتخض في الأول إنها بتكلمه، لكن بعدها بيبدأ يجر معاها ناعم، وبتبعت له صورة لجوليا من صورها الخاصة اللي أخدتها من على التليفون. جوليا تاني يوم وهي بتلبس اكسسواراتها بتكتشف ان الخاتم مش موجود، وبعدها بتروح تقابل تيسا علشان تعتذر لها على طريقتها معاها امبارح، وتيسا بتاخدها تعزم على الغداء، وهما الاتنين بيعترفوا لبعض ان كل واحدة فيهم كانت خايفة من مقابلة التانية، وجوليا بتكون بتتعامل بحسن نية على عكس تيسا. بتقعد تحكي لجوليا عن علاقتها هي وديفيد لما كانوا سوا، وطبعا كلامها بدأ يضايق جوليا، وتيسا بتكمل لها إن لما بدأ يحصل ما بينهم مشاكل وانفصلوا كانوا على وشك إن هما يروحوا لأخصائي علاقات، لكن ديفيد وقتها قابلها هي، فبتكون عايزة تحسس جوليا إن هما كانوا قربوا يرجعوا لبعض، بس هي بوظت عليهم رجوعهم، وطبعا جوليا مش بترد بولا كلمة. تيسا بتكمل كلامها وبتقول لها عايزة تشوف خاتم الخطوبة. جوليا بتتحرج تقول إن هو ضاع، فبتقول لها إن هو بيتلمع لأنه كان خاتم جدة ديفيد. تيسا لما بتروح طبعا بتكمل في خطتها، وبتحط الملابس الداخلية والساعة اللي خدتهم من عند جوليا بتحطهم في بوكس، وبيكون معاهم مفتاح بيت بتاع جوليا علشان تبعتهم على بيت مايكل. وتاني يوم جوليا بتاخد ليلي وبتدخل السوق علشان هتقابل ديفيد جوه. وقتها الرقم المجهول بيرن على جوليا بتفتح وبتسأله مين اللي بيتصل، وبتتلفت حواليها علشان بتكون حاسة إنها متراقبة، وفجأة ليلي بتختفي من جنبها.
جوليا بتدور عليها في وقتها مش بتلاقيها. ديفيد بيشوفها وبيعرف إن ليلي تهت منها، بيروح هو كمان يدور عليها. جوليا بدأت تتوتر أكتر. فجأة بتلاقي ديفيد واقف مع تيسا ومعاهم ليلي. تيسا بتقول لديفيد إنها لقيت ليلي لوحدها وواقفة تتكلم مع راجل غريب، وقالت إنه يعرف جوليا، وبتكون متعصبة وبتزعق إن ده إهمال مش مقبول. ديفيد بيحاول يهديها وبيقول لها إن ده مجرد حادثة كانت ممكن تحصل من أي حد فيهم، وإن هو هيتعامل ويتصرف في الموضوع. طبعا جوليا واقفة من بعيد هتعيط ومش قادرة تقرب ناحيتهم. ولما بترجع البيت ديفيد بيبدأ يحاسبها وبيواجهها بالكلام اللي عرفه من تيسا عن الراجل الغريب. طبعا ده كلام ما حصلش، فجوليا بتستغرب وديفيد بيسألها عن الخاتم. بتحكي له إنها قلعته لما كانت بتستحمى، ولما طلعت ما لقيتهوش، لكن هو أكيد موجود في البيت ومنطور في أي حتة. بيسألها طالما هو ضايع ليه قالت لتيسا إن هو بيتنظف. جوليا بتستغرب هي ليه أصلا قالت له وحكت له حاجة زي دي، وطبعا قالت له كمان على الورد اللي وصل لها. وديفيد بيسأل جوليا مين اللي بعته. جوليا بتعرفه إنها حاولت تعرف مين ومعرفتش مين اللي بعته، وفي الأغلب ممكن يكون مبعوث بالغلط. جوليا بتتأسف له علشان ما قالتلهوش على موضوع الخاتم، وبتتأسف له علشان اللي حصل النهاردة. لكن ديفيد بيعرفها إن خلاص تيسا ما بقتش مأمنة إن ليلي تكون معاهم تاني، وطبعا دي حاجة بتكون مضايقة ديفيد. جوليا بتفهم إن تيسا متعمدة تعمل كده، بس ديفيد بيدافع عنها وإن حقها تخاف على بنتها. جوليا بتوعده إنها هتحاول تهتم أكتر من كده. تاني يوم تيسا بتكون بتعلم بنتها تركب الخيل، ومصممة إن البنت تفضل عليه علشان تتدرب رغم إن ليلي خايفة ومش عايزة. وقتها بتيجي جوليا وبتشوف ليلي وهي خايفة، وتيسا برضه مصممة ما تخليهاش تنزل. جوليا بتتدخل وبتقول لها إن البنت مش حاسة بالأمان. تيسا بقى مش بتسكت لها وبتقول لها محدش خد رأيك، وإن ليلي هنا في أمان أكتر من إنها تكون معاكي. وبتكمل كلامها مع ليلي علشان تطلع بالحصان. جوليا بقى قررت ما تسكتش أكتر من كده، وعرفت إن الطيبة مش هتنفع مع واحدة زي تيسا، وخلت ليلي تنزل من على الحصان علشان تاخدها وتمشي، لأن اليوم ده بيكون يوم ديفيد. والبنت ما بتصدق تنزل ومش بتسمع كلام أمها. تيسا بتقول لجوليا إن اللي حصل ده هيوصل لديفيد، بس جوليا بتسيبها تغلي مع نفسها ومش بترد عليها. وبتطمن ليلي وبتقول لها إنها ما عملتش أي حاجة غلط فبلاش تخاف. وبتسألها مين الراجل اللي كانت بتتكلم معاه في السوق. بتلاقي ليلي ما تعرفش حاجة أصلا عن كده، فبتتأكد إن تيسا بتألف علشان تورطها. تيسا بقى بالليل بتكمل كلامها مع مايكل وبتتكلم معاه كلام غير لائق، ومايكل بيكون عايز يشوفها على الحقيقة علشان يكملوا كلامهم الغير لائق. ليلي لما بترجع لمامتها طبعا بتكلمها وبتحاسبها علشان ما سمعتش كلامها، وبتقصلها شعرها وبتعرفها انها ملهاش غير ام واحدة بس. جوليا بيتبعت لها رسالة من مايكل بصورة قديمة ليهم، فبتتوتر وبتخاف وبتبعت رسالة لديفيد انه يجي البيت لانها محتاجة تتكلم معاه. وقتها تيسا بتوصل بليلي وجوليا بتتفاجئ بشعرها، وليلي زعلانة ومش بتسلم على أمها وبتطلع على فوق. تيسا بتطلع وراها وجوليا بتعرف إنها قصت لها شعرها كنوع من أنواع العقاب، فجوليا بتمنعها إنها تدخل لها أو تدخل البنت في حاجة ما بينهم تاني، وبتعرفها إنها بقت فاهمة ألاعبها. جوليا بتكون متعصبة وبتهددها لو فضلت مكملة على كده هتندمها، ووقتها كانت بتمسكها من دراعها وهي بتتكلم. تيسا بقى أول ما بتسمع صوت ديفيد وصل بتستغل الموقف وبتغير نبرتها وبتمثل إنها خايفة، وبتقول لجوليا تبطل لأنها بتخوفها، وبتوقع نفسها من على السلم وهي بتصرخ. جوليا بتتخض وبتحاول تلحقها وتمسكها. في دخلة ديفيد بقى بتكون وصلت لآخر السلم وبيشوفها وهي واقعة، وبتقول لجوليا تبعد عنها. ديفيد طبعا بيتخض عليها وهي مكملة مسكنة، وبتقوله إنها بتحاول تحمي بنتهم. طبعا ديفيد بيبص لجوليا بغضب. جوليا يا عيني واقفة مش عارفة تقوله إيه، وبتنزل ليلي مخضوضة على أمها، وديفيد بياخدها للدكتور. لما بيرجع جولي بتحكيله إنها غضبت لما شافت اللي عملته في ليلي وواجهتها ومسكتها من دراعها، بس بتأكد له إنها ما زقتهاش وإن تيسا وقعت نفسها متعمدة. بس ديفيد مش مقتنع بالكلام. جوليا بتسأله ليه مصدقها هي رغم إنها تخلت عنه، وبتقوله كمان على الكلام اللي قالته ليها تيسا عن إن هما كانوا رايحين لأخصائي علاقات علشان يرجعوا وقت ما قابلها. ديفيد بيعرفها إن ده ما حصلش وإن هما ما حاولوش يتصالحوا أبدا، ومن وقت ما تيسا خانته، ومش عارف هي ليه بتدعي كلام ما حصلش. جوليا بتعرفه إنها بتعمل كده لأنها مجنونة،
بس هو اللي مش عايز ياخد باله. ديفيد بيقول لها إنه خلاص ساب تيسا وإنه دلوقتي معاها هي وعايز يتجوزها، بس مش عايز يقضي حياته في وجع دماغ، دي قالت ودي عملت وده مش حلو علشانهم ولا لبنتهم. جوليا كمان تعبت من ده وبتترجاه يقول لتيسا هي كمان الكلمتين دول ولازم يتكلم معاها، لأن جوليا برضو عايزة تعيش في سلام. تاني يوم جوليا بتكلم صاحبتها إلي وبتقول لها إنها محتاجة تجيلها ضروري. جوليا جابت صاحبتها علشان تساعدها تدور ورا تيسا ويجيبوا أصلها وفصلها، وبيوصلوا لتقرير أخصائي نفسي عن تيسا لما كان عندها 16 سنة لما أبوها ساب أمها وراح عاش مع سكرتيرته. تيسا وقتها جالها اضطراب نفسي وبدأ يظهر عليها أعراض هوس واكتئاب وأحيانا أعراض عنيفة. ولعت النار في بيت أبوها لما كانوا جوه. طبعا كده جوليا اتأكدت إن تيسا بني آدمة غير سوية وغير متزنة نفسيا وكمان عندها دافع للعنف. صاحبتها بتقلق على جوليا ومش عايزاها تفضل هنا وسطيهم. جوليا بقى أهم حاجة عندها إن بقى معاها إثبات على جنان تيسا علشان ديفيد يصدق إنها خطر عليهم ولازم تكون بعيدة عنهم كلهم. جوليا قررت إنها مش هتسمح لتيسا إنها تتصرف وكأن هي اللي مجنونة. بعد ما صاحبتها بتمشي وهي قاعدة لوحدها بتسمع صوت حد دخل البيت، بتفكره ديفيد، لكن بتتفاجئ إن اللي دخل يبقى مايكل. وطبعا مايكل جاي مفكر إن هي فعلا اللي بتكلمه وهي اللي قالت له يجيلها. بيقرب منها، جوليا بتخاف وبتعرفه إن جوزها جاي وبتقوله يبعد عنها. مايكل بيبدأ يستغرب هي ليه خايفة ومش عايزاه. تمسك التليفون وبتهدده لو ما خرجش هتبلغ البوليس. بيرمي التليفون على الأرض وبيضربها لما بتصرخ ومفكرها إنها جايباه هنا علشان تبلغ عنه ويتمسك. بيحاول يهدى وبيسيبها وبيقرب منها تاني. بتاخد سكينة من جنبها بتضربه في دراعه بس بيوقعها وهي بتحاول تجري وبيضربها. بتاخد السكينة تاني بترشقها في رجله وبتطلع تجري من البيت وبتاخد عربيتها وبتمشي. تيسا بقى وقتها بتكون بره وبتلقط لها صور وبتاخد الجوانتي معاها وبتنزل تدخل البيت. مايكل جوه بيطلب منها المساعدة وهي بتقوله إنه تعامل بشكل غبي. بيسألها هي مين بس بعدها بيستوعب إن هي اللي كانت بتكلمه وعاملة نفسها جوليا. تيسا بتسحب من رجله السكينة وبتدبها في قلبه بتقتله. بنرجع بقى بعدها لأول مشهد لما جوليا بيكون بيتحقق معاها. جوليا بتقول لهم إن تيسا هي اللي عاملة كل ده. المحقق بقى مش مصدق إن طريقة خطيبها هي اللي عملت كل ده، أكاونت مزيف وجرجرت الإكس بتاعها لبيتها عشان في الآخر تقتله، ومش بيكون لاقي سبب لكل ده. في الوقت ده تيسا بتكون حاسة بالانتصار وبتلبس الخاتم الخطوبة بتاع جوليا. ديفيد بيكون مع جوليا وبتتأسف له إنها ما حكتلهوش عن ماضيها لأنها كانت محرجة من حاجة زي كده وحاسة بالعار ومش عايزاه يشوفها إنها ضعيفة وكانت خايفة ما يحبهاش لما يعرف الماضي. ديفيد بيكون مقدر وبيحاول يهديها وبتدخل الشرطية تبلغه إن المحقق عايزه، والمحقق بيوريله ورق اللي فيه المحادثات بين جوليا من الأكاونت الفيك وبين مايكل وبيوريله ساعته اللي ضايعة منه. ديفيد مش مستوعب ده حصل إزاي والمحقق بيقوله لسه في أسئلة كتير محتاج يسألها لجوليا وأكيد هيوصلوا للحلقة المفقودة. المحقق بيرجع يكمل تحقيق مع جوليا وجوليا اللي فاكراه إنها طعنت مايكل في رجله، والمحقق بيأكد لها إنه مطعون في قلبه ومات، وبيقول لها إن المدعي العام قال بما إن الأدلة كلها ظرفية هيسيبها تمشي بس لسه التحقيق مستمر فما تتحركش برا المدينة وتليفونها هيفضل معاهم لأنه جزء من القضية وبيطلق سراحها. ديفيد الوقت ده بيكون في السكة رايح بيت تيسا علشان يطمن على بنته، ووقتها تيسا بتكون بتحرق الجوانتي وأي أدلة تدينها. ديفيد بيوصل وبيطلع يطمن على بنته وبعدها بينزل لتيسا وبيشوف الحاجات اللي بتتحرق في الدفاية وبيبدأ يشك فيها وبيشوف كمان الخاتم بتاع جوليا في ايديها. في الوقت ده جوليا بتخرج من القسم وبتحاول تتصل بديفيد بس سايب تليفونه في العربية، فبتسوق عربيتها بسرعة علشان عايزة تنبهه إن هما لازم يبعدوا عن تيسا لأنها خطر عليهم. ديفيد كده بدأ يفهم إن فعلا كل حاجة كان وراها تيسا، وهي بقى مش بتنكر أول ما بيشوف الخاتم وبتقوله إن ده المفروض يكون بتاعها ومن حقها هي مش جوليا اللي ما شافتش حتى جدته. بيعرف إن جوليا كان معاها حق. تيسا بتقوله إن ده مش غلطها هي، ده غلط جوليا اللي جات ودخلت حياتهم، وبتلومه إن بسبب غلط واحد بس عملته سلب منها كل حاجة واداه لجوليا، وبتقوله بكل عصبية
إن دي حياتها ملكها هي. ديفيد بيسكتها وبيقولها إنه هيجيب لها مساعدة وهياخد ليلي للبيت. تيسا بقى بتتعفرت من الكلمة، وأول ما ديفيد بيديها ظهره بتضربه بالحديدة على راسه وبتقوله إن هنا هو بيته. ديفيد بيفقد الوعي وبينزف. تيسا بتقلبه على ظهره وراحت تجيب له إسعافات أولية علشان تسعفه. وقتها بتوصل جوليا وبتشوف ديفيد سايح في دمه وبتتخض عليه. بتقرب تشوفه حي ولا ميت، بتلاقيه لسه عايش وبيكون قلقان على ليلي. بتطلع تاخدها وبتوديها العربية، وتيسا جابت المية السخنة علشان تنضف الجرح، وبيكون معاها بلاستر علشان تكتمله بقه وبتربط له ايده. جوليا بتكون دخلت البيت وبتشوفها وبتطلب الشرطة، لكن تيسا حست بيها وبتقوم تفصل التليفون وبيكون في ايديها الحديدة. جوليا بتقولها ان هما لازم يجيبوا المساعدة لديفيد علشان يلحقوه. تيسا بتحاول تضربها بالحديدة لكن جوليا فلتت، بس بتضربها على رجلها وبتوقعها وبتفضل تضايقها بالكلام وبتقولها إنها ملهاش لازمة. جوليا بتنفعل وبتزقها توقعها. تيسا بتقوم تاني وبتقولها إن ديفيد ملكها هي وهي مش هتاخده منها. جوليا بتزقها وبتاخد منها الحديدة وبتعرفها إن ديفيد سايبها من 2 سنين ومش هيرجع لها، وبيفضلوا يضربوا في بعض وتيسا بتخنقها. فجوليا بتخربشها في وشها علشان تبعدها وبتمسكها بتخبطها في الحيطة وبتضربها بالقلم. بتفقدها الوعي وبتروح لديفيد علشان تفكه، لكن تيسا فاقت وبتجري على جوليا بالسكينة، بس تيسا بتلحق نفسها، بتزقها وبتجري منها وبتحاول تهديها. تيسا بتبص على نفسها في المراية وبتشوف وشها وهو متبهدل. جوليا بتقولها إن هي السبب في كل ده وممكن توقف اللي بتعمله. أول ما بتهدى وبتنزل السكينة، جوليا بتسحبها منها وبتمسكها هي علشان تهددها ما تقربش منها، لكن تيسا بتقرب وبتقرب جوليا منها علشان تقتل نفسها بالسكينة، وبتطلب من جوليا ما تخليش ليلي تفتكرها وهي كده وبتموت. جوليا بتروح تفوق ديفيد وهي بتعيط، وديفيد بيفوق وبيطلب تسامحه وإنه هيعوضها عن كل ده. الشرطة بتوصل والإسعاف وبياخدوا ديفيد علشان يسعفوه، وبعد 6 شهور ديفيد وجوليا بيكونوا خلصوا من كل اللي هم فيه واتجوزوا، وليلي عايشة معاهم. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الملخص اللي جاي.